تعالى النهاردة هنعمل تجربة ممتعة لاكتشاف شخصيتك الحقيقية، بس مش من خلال الأسئلة التقليدية، لكن من خلال خيالك واختياراتك من مواقف خيالية. ركز كويس وخليك صريح مع نفسك، لأن كل اختيار هتعمله هنا بيكشف جانب مهم في شخصيتك. بس عايزك مع كل موقف تحفظ انت اخترت ألف ولا ب ولا ج، أو اكتبهم عشان ما تنساهمش. جاهز؟ يلا بينا. تخيل نفسك في جزيرة مهجورة، حواليك طبيعة جميلة لكن محتاج تعيش وتنجو. ايه أول حاجة هتعملها؟ هتدور على أكل ومية علشان تضمن بقائك، ولا تستكشف الجزيرة وتجرب أماكن جديدة، ولا تدور على طريقة للتواصل مع الآخرين؟ فكر في اختيار واحفظ انت اخترت ألف ولا ب ولا ج، علشان هنحتاجه في آخر الفيديو. وتاني موقف، تخيل دلوقتي انك دخلت قصر مهجور. ايه اول حاجة هتعملها؟ تستكشف الغرف بحذر، تحاول تعرف كل حاجة، ولا تدخل بسرعة وتغامر رغم المجهول، ولا تقعد عند المدخل وتراقب؟ تخيل اختيارك وركز على شعورك الداخلي، وخليك فاكر احفظ اختياراتك. اما تالت موقف، تخيل انك دلوقتي في مغامرة، عايزك تختار حيوان يصاحبك في مغامرتك. تختار ايه؟ نمر ولا طائر ولا كلب؟ اما رابع واخر موقف، تخيل نفسك واقف على جسر معلق فوق وادي عميق. هتتصرف ازاي؟ تمشي بثبات وتفكر في كل خطوة، ولا تجري بسرعة من غير ما تبص حواليك، ولا تقف وتشوف الطريق؟ دول كده الاربع سيناريوهات. تعالى بقى نشوف معنى اختياراتك ايه. لو معظم اختياراتك كانت اول اختيار اللي هو ألف، فانت شخص عملي وواقعي وبتحب التخطيط قبل اي خطوة. اما لو معظم اختياراتك كانت ب، فانت شخص جريء ومغامر وبتحب التحدي والتجربة. اما لو معظم اختياراتك كانت ج، فانت شخص حذر متأمل واجتماعي، تعتمد اكتر على الاخرين. وبس كده. عايزك بقى تكتب لي في الكومنتات ايه اكتر اختيار انت اخترته. هل فعلا التحليل شبه شخصيتك ولا ده اي كلام؟ اما لو عجبك النوع ده من الفيديوهات ما تنساش تعمل لنا لايك وفولو وسبسكرايب، وشارك الفيديو ده مع صحابك علشان يجيلك فيديوهات اكتر قريب.